أن يخرجوا مع المصلين إلى الشارع وينزلوا إلى الشارع. اليوم حرام وجودك في المظاهرات، واليوم المظاهرات حرام لأنها تعد خروجا على الدولة وعلى النظام وعلى الناس وعلى الجماهير. ثم إني متأكد أني يعني ما عدا ميدان التحرير ومن في ميدان التحرير لا يرضى بهذه المظاهرات، من أسوان إلى اسكندرية ودمياط. هؤلاء يعني سخروا الدين للأسف الشديد، وخانوا الدين وخانوا العلم، وسخروا الفتاوى المغلوطة الكاذبة لسياسات بلادهم ولأهواء في أنفسهم. ونحن نبهنا على ذلك وقلنا أن هؤلاء عليهم أن يلتفتوا، وسوف لا يسألهم الله عن نصر، وإنما سوف يسألهم في يوم القيامة على ما يحدث في بلادهم ويصمتون عنه صمت القبور. وهؤلاء يعني حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونبهنا إلى أن من الدعاة دعاة فتنة ودعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم أو من سمع إليهم قذف فيها. إن شاء الله ربنا يعني يحفظ مصر من كل شر ومن كل سيء ومن كل سوء، وإن شاء الله ربنا يعني يؤمننا في أوطاننا إن شاء الله، ويصلح هذا الشباب ويلهمه الرشد والعودة إلى الصواب. انطلاقا من أن الأزهر الشريف مؤسسة دينية كبرى لها تاريخ يعلو على تاريخ الثورات والحكومات، ولأننا وبحمد الله تعالى وبفضل ما قدمه شباب 25 يناير نعيش بداية مرحلة نأمل أن تضمن فيها الحرية والديمقراطية حق الاختلاف في الرأي، لأننا كذلك فإنني أود أن أؤكد بادئ ذي بدء على أن أحدا لا يستطيع أن يزايد على موقف الأزهر الداعم لأي حركة تحرر أو تحرير داخل مصر أو خارجها. والأزهر لم يكن ليمسك بالعصا من الوسط كما قيل، بل أمسك بالعصا وهو يتقلب بين خوفين: خوف قطرة دم تراق من هؤلاء الشباب، وخوف على الوطن أن ينفرط عقده ويدخل في مجهول لا ترى فيه يمين من شمال.